يلا فيديو جديد. هنعمل النهارده الفته بطريقه حلوه وبسيطه، وازاي تطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. وكمان كفته الرز ازاي تطلعها مظبوطه وبالقوام المظبوط. كمان الصلصه بتاعتها ازاي تكون مظبوطه، مش تقيله قوي ولا خفيفه، وبيكون بالشكل الحلو ده. الفيديو النهارده حلو، هقولك على كام تكه كده عشان تعملي الفته ويطلع طعمها خطير. اهم حاجه ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وتسيبي لي كومنت حلو منك، الكومنتات بتفرحني قوي. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ معاكم النهاردة اليوم قبل ما بفتح الكاميرا في حاجات كتير بعملها، لكن النهاردة قمت من النوم على طول، واول ما دخلت المطبخ فتحت الكاميرا على طول. التجهيزات اللي بعملها قبل ما افتح الكاميرا هعمل جزء، يعني هوريكم كده ايه الحاجات اللي بعملها. صباحكم مشرق كده بنور الليل. كان عندي مواعين غسلاها من قبلها بيوم. هو الفيديو ده المفروض ان هو كان يوم الوقفة متصور، يعني صورته كده. كان فطار، عندنا فطار يوم الوقفة، كنا صايمين كلنا. كنت غاسلة المواعين هرصها معاكم، وكان في الحوض مكان ما كنا متسحرين. هخلص كل ده كده، هو ده اللي بعمله قبل ما بفتح الكاميرا. وهنا كده كنت ببدأ افتح معاكم الكاميرا، كنت غسلت المواعين، مسحت البوتاجاز لو في حاجات بسيطة. وتبدأي ومطبخك بالشكل كده، يعني يكون نضيف ومتروق زي ما انتم شايفين، علشان تخلصي اللي وراكي بسرعة. معايا لحمة كنت مطلعاها من الفريزر، وعندي كيس كفتة. الكفتة دي كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناة، هسيب لكم ان شاء الله الفيديو زي ما قلت لكم في صندوق الوصف. وكان عندي كيس كنت شايلاه في الفريزر. اول حاجه كده معايا حله حطيتها على النار، على نار عاليه. هتسيبيها وهتنزلي باللحمه بتاعتك كلها مره واحده زي ما عملت. مش هتحطي اي ماده دهنيه دلوقتي، عاوزاها تاخد صدمه على نار عاليه. هتقلبيها اول ما تلاقي اللون بتاعها بدأ يتغير زي ما انت شايفاها كده. اللي انا هعمله دلوقتي ده اختياري، عاوزه تعمليه اعمليه، مش عايزه براحتك. لكن يعني بجد بجد بتخلي ريحه اللحمه والشوربه وهي على النار فظيعه. معلقه سمنه ومعاها كمان معلقه توم. هو ده الاختياري، عايزه تحطي توم دلوقتي حطي، مش عاوزه براحتك خالص. الطريقه دي ماما اللي بتعملها يعني على طول. انا ممكن على طول ما اعملش الطريقه دي، اسلق اللحمه في شوربه وخلاص. لكن هي تحب تحطها كده مع فص الثوم، بتشمي يعني ريحة اللحمة بتاعتها مميزة. بتكون يعني اول ما بشم ريحتها كده اعرف ان ماما هي اللي عاملة اللحمة بالطريقة دي. بيكون طعمها وريحتها حلوة. هضرب كمية من الطماطم علشان هاخد معلقتين، يعني طماطمية واحدة هحطها على الشوربة، والباقي للصلصة بتاعت الكفتة. هتضربيها بقى بالهاند بلندر في الخلاط زي ما تضربيها، المهم ان انت تنعميها كويس. شايفين اللحمه لونها يعني اخدت لون كمان ازاي، والثوم اصفر. اول ما يصفر معلقتين من الطماطم، او ممكن تحطي طماطمتين، طماطميه كبيره تقطعيها وتحطيها كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ورق لوري، حبهان ومستكه. هسيبهم كده في الطماطم لمدة 5 دقايق يعني، او دقيقتين مش اكتر، يعني تغلي غلوة واحدة. كنت حاطة الكتل على النار. طبعا زي ما احنا متعودين بنعمل فراخ، لحمة، بط، اي حاجة ما بنحطوش مية من الحنفية. لازم أن تكون مية سخنة وتحطيها على طول. سبتها هنا يعني قولي 5 دقايق او ما تكملش 5 دقايق، على حسب النار عندك علشان ما تلزقش منك الصلصة. هنزل كده بالمية المغلية. هتقولي لي طب والريم هتشيلي الريم ازاي؟ انت مجرد ما بتدي اللحمه بتاعتك صدمه، المسام بتاعت اللحمه خلاص بتتقفل، فاستحاله هتطلع ريم. انت هتشوفي الشوربه دلوقتي قد ايه كانت رايقه. حطيت بصل وحطيت جزر، الجزر كمان بيخلي لونها وطعمها حلو قوي، وهتاكليه يعني الجزر مش هيترمى ولا حاجه، بيكون طعمه كمان حلو. شايفين الشوربه رايقه ازاي؟ ما عملتش ريم خالص ولا هتعمل ريم. خدي بالك ان ما حطيناش الملح. الملح بنحطوه قبل ما بتستوي على طول. شايفه سبتها فتره ان هي غلت كمان علشان اوريكي ازاي رايقه وما بتعملش اي ريم. جربيها ان شاء الله بالطريقه دي، الشوربه هتعجبك واللحمه كمان ليها طعم حلو. حله تانية على النار وهنعمل الصلصه بتاعت الكفته. حطيت بصل وكمان معلقه سمنه بلدي حلوه كده. هقلبها، يعني ما بحبش احمر البصل قوي. مجرد ما ياخد لون بسيط كده اصفر بنزل بالطماطم على طول. هحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه كمان من بهارات الكفته. وحطيت هنا نص معلقه صغيره من الكزبره، وحطيت الملح.
هستنى اما تتسبك؟ لا خالص، بنزل بالكفته، يعني كيس الكفته اللي كنت شايلاه في الفريزر هنزل بيها من غير الصلصه ما تتسبك ولا تنطر الايدام بتاعها على الوش ولا اي حاجه. هسيبها تتسبك لحد ما تنشف خالص، ازود لها الميه لحد ما تستوي. الميه طبعا انت بتشوفي على حسب الكفته بتاعتك هتاخد سوا قد ايه، مظبوطه قوي والقوام بتاعها كده مظبوط. يعني هنا كنت مخلصه من بدري وكنت طفيت عليها وطفيت على اللحمه كمان. هولع دلوقتي على اللحمه وهحط الملح تغلي لحد يعني 10 دقايق او ربع ساعه، وهطفي عليها على طول. بتحطي الملح متأخر علشان ما تاخدش سوا معاكي كتير. حلة تانية على النار ومعلقة سمنة بلدي حلوة، وهنزل ب5 فصوص توم. اول ما يبدأوا يصفروا ما تحمريش التوم قوي علشان ما يمررش منك. هتنزلي بربع كوباية من الخل. ايوه هو اللون ده كده كويس، ما تحمرهوش قوي. ربع كوبايه من الخل. على فكره يا جماعه في خل بيتحط على النار وخل لا، يعني في خل رخيص فبلاش تحطيه على النار، في انواع من الخل نضيفه حطيها على النار عادي. حطيت معلقه فلفل اسمر وحطيت ملح وهغطيها وهسيبها. عاوزاها حراقه هتحطي شطه، يعني الشطه دي اختياري براحتك لكن بتدي طعم حلو. العيش المفروض اللي انت بتشتريه عادي من الفرن حلو قوي، او العيش الشامي لو ما عندكيش عيش من المفروض ده بيكون طعمه حلو قوي وبيكون خفيف. هقطعه زي ما انتم شايفين كده بالمقص، وهحط عليه معلقه سمنه بلدي، معلقه كبيره، وتقلبيه كويس. وهتولعي الشوايه بتاعه الفرن من فوق وهتدخليه تحت الشوايه، وكل دقيقتين بس كده هتقلبيه وتطلعيه لحد ما ياخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه. كلمة قمر يعني ملازماني في الفيديو، معلش بقى ما اخدتش بالي ان انا قلتها قبل كده. فالشوربة هنا اختياري انا، يعني انت حابة الفتة بتاعتك تكون طرية هتكتري الشوربة، عاوزة تحسي بقرمشة العيش ما تكتريش شوربة قوي. ايه اللي هيخلي الفتة طعمها حلو ومتعودة اعملها كده؟ بتحطي على العيش بعد ما بتحطي الشوربة اللي انت عاوزاها، بتحطي الصلصة اللي بالخل عليها وتقلبي كويس، وكمان معلقة رز زي ما انتم شايفين وتقلبيه. انت لما بتوصلي للرز تحت او الفتة من تحت ما بيكونش فيها صلصة ولا رز، بيكون طعمها مش حلو. لكن بالطريقة دي اوعدك ان مش هيبقى في الطبق ولا اي حاجة، كله هيتاكل مع بعض. بعد كده هنزل بالرز المفلفل الحلو قوي اللي انتوا شايفينه، يعني لسه مطفيه على كل حاجة. كنت عاملة من بدري اول ما يعني وطفيت على كل حاجة، بس قبل المغرب بساعة بدأت عملت الرز وكملت سوى اللحمة وعملت الصلصة، كل حاجة كانت سخنة. التزيين الاخير ده براحتك بقى، عاوزة تعملي اطباق لكل واحد طبقه وتحطي منابه كده اللحمة بتاعته قدامها براحتك. في جزء بيحبها محمرة اول حاجة كده، والباقي حطاه يعني مش متحمر، ده على حسب رغبة كل واحد بيحبوا ايه، بيحبها متحمرة او بيحبها مسلوقة بس. هترصيها باي طريقه بقى انت حباها، ودي كانت طريقتي في الرص. وكمان هحط عيش ناشف كده زي ما هو للي حابب ياخد، وطبق كمان يعني لسه موجود عندي كتير، هحط طبق للي حابب ياكل عيش ناشف. هنيجي بقى للكفته الجميله جميله بجد، كان طعمها حلو، يعني قعدت في التلاجة تقريبا عاملاها بقالي شهر وطالعه طعمها خطير، وشكلها والقوام بتاعها ولون الصلصه من غير ما احط عليها طماطم جاهزه ولا حاجه كانت بالشكل الحلو ده. الفيديو النهارده كان خفيف، اتاخرت عليكم في نزوله، يا رب اكون قدرت اوصل لكم ولا معلومه صغيره. اعملي الفته بالطريقه دي صدقيني هتعجبك. لو الفيديو عجبك النهارده ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.